هو تقريبا قطر عملت كل حاجة في كأس العالم غير ان هي تهتم بالكورة اللي هي اصلا البطولة معمولة عشانها. يا فرحة أمك بيك يا فلو وصلك الفيديو ده انزل اخبط اللايك والسبسكرايب وتابعني كل جديد في كأس العالم عشان تشوف تلخيص الجولات اول باول. يلا بينا نبدأ. الجولة الأولى يعني أنا بشوف ماتش قطر والإكوادور ماتش بمثابة يعني تسويق سمعة للبلد المستضيف اللي هي بتستضيف أي كأس عالم. ما حصلتش في تاريخ كأس العالم إنه البلد المستضيف تخسر أول مباراة افتتاحية. دي روسيا اللي احنا كنا متوقعين في كأس العالم 2018 هي ممكن مثلا تطلع ثالث رابع. روسيا عدت المجموعات أصلا. قطر كانت متهابة من الماتش. ما لعبوش جملة تكتيكية واحدة بترضي ربنا ما اتعملتش في الماتش ده اطلاقا خالص. قطر باصة اتنين متهابة من المنظر، متهابة من الجماهير. اوعى لا المخ متشتت، بس فالح اروح اجيب مريم فارس تعملي الافتتاح وبي تي اس وكنا كمان الترولات اللي كانت نازله اليومين دول اللي كان حسن شاكوش هيجي. فيعني هو شغل ضحك في ضحك. الافتتاح كان مشرف. كان يعني عملوا افتتاح فعلا يليق بان يوصلوا رساله للعالم انه قطر او العرب بشكل عام يقدروا ان هم يعملوا حاجه، يعملوا حياه تبهر العالم. احنا لسه يعني بيغيروا فكره احنا العرب بيعتزوا بثقافتهم القديمه، وده ظهر جدا من خلال الفقرات اللي شفناها في الحفل. ولكن يعني عايزين نوصل رساله ان العرب قابلين للتطور. طيب نيجي للاكوادور. الاكوادور يعني في كلام كان طلع قبل المباراه انه الاكوادور قطر رشياها عشان تكسب اول مباراه افتتاحيه. يعني هي قطر لو رشي الاكوادور عشان تكسب اول مباراه افتتاحيه، هو بيتهيألي يعني هم كانوا راشين الاكوادور عشان ما تاخدهاش سكور. شربتها يا كروديا. ده مبدئيا على اللي عملته الاكوادور من التحامات، من ضغط، من ترهيب. يعني العيال الاكوادور دول يعني معروفه امريكا اللاتينيه اجسام وما بتهزرش في لعب الكوره، ما بتهزرش. طيب الاكوادور استحقت المكسب. قطر ظهرت بشكل سيء على الاطلاق. مفيش ولا جمله اتعملت مظبوط، مفيش ولا هجمه مثلا ممكن الواحد يقول لا هي ممكن دي كان يحصل فيها حاجه. انا دي وجهه نظري. طيب ندخل على انجلترا وايران. ماتش مهرجان اهداف. هو كده لازم انجلترا يعني ايه كل كاس عالم كده لازم ترزعنا كده ماتش فيه سكور. يعني كان ضد تونس برضو السنه 2018 برضو رزعت تونس سكور وكان مهرجان اهداف، والدنيا كانت يعني خلاص كله بيرشح انجلترا ان هي تطلع ادوار متقدمه. هي في العاده ان انجلترا بتروح ادوار متقدمه، بس اخرها كان ايه دور ال 16. يوم ما هتتمعظم هتروح دور الثمانيه. الفترة الأخيرة يعني بنتكلم على الفترة الأخيرة. طيب اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يدخل يشوف الحلقة اللي فاتت، عشان أنا توقعت إنه بوكايو ساكا أو لعيب إنجليزي سواء بوكايو ساكا أو جود بلينغهام هيتألق ونجم صاعد هيلمع في المونديال. الله أكبر عليك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ وبالفعل كلامي حصل من أول ماتش. لسه معانا باقي البطولة، لسه مكملين. طيب ايران طبعا خطوط مفتوحه، جمل تكتيكيه بالعبيط انجلترا قدمتها قدام ايران. ولكن ايران بتنجح ان هي تسجل هدفين يعني كنوع يعني والله مش عارف ممكن اسميها حفظ ماء الوجه ولا ايه، بس يعني اهو اللي هو ايه عشان منظرنا يعني 6-2 غير 6-0. برضو النضج في النتيجه بيفرق. طيب بوكايو ساكا، جود بلينجهام، هاري كين اسيستين، ماركوس راشفورد نزل اول لمسه طك 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 جون، جاك جريليش نازل ياخد النصيب. كان حرفيا ماتش كان في متعه في الاهداف اللي بتتحط في كوره حلوه في الماتش. طيب هولندا السنغال حرفيا من الماتشات اللي السنغال فعلا تبص على ادائها تقول احنا كويس ان احنا ما صعدناش كاس عالم. ده مبدئيا. مصر لو كانت صعدت كاس عالم ولعبنا هولندا بالمنظر اللي السنغال لعبت بيه احنا كان في خيالنا احنا كان ممكن خلاص اللي احنا احنا كسبنا كاس العالم. احنا يا ابني قفل لي البطوله دي يا ابني وخلاص وعايز اروح انا. السنغال لعبت ماتش تاريخي قصاد هولندا.
ضغط، روح، نص ملعب، شيخو كوياتي، ادريسا جاناجي، نمبلايس مندي، ناس حرفيا ناس فاهمه كوره، ناس يعني السنغال عملت ماتش عالمي، ماتش يعني كل العالم لو كل الافارقه بشكل عام وكل العرب وقفوا سقفوا للسنغال عشان ماتش فعلا فاتوا كتير اللي ما اتفرجش على الماتش ده. هولندا كسبت بالخبره، يعني هولندا كانت هتكسب من الماتش ده او هتطلع تعادل، ولكن ما كانتش هتخسر. يعني السنغال كانت بتروح بس ما فيش المهاجم او المخلصاتي اللي هو يقدر يخلص فرص بالجمله كانت للسنغال. ما فيش كان موجود الشخص ده. يمكن غياب ده اكيد مش يمكن غياب ساديو ماني مأثر على المنظومه، ولكن احنا لو بصينا للواد اللي اسمه دياتا اللي هو بديل ساديو ماني، حرفيا الواد بيروح وبيشوط. ويعني انا شفت حرفيا ان ممكن الواد ده يعمل حاجه، ممكن الواد ده كان في لحظه من اللحظات كده في الماتش، لا هو كان هيحسسنا انه لا ساديو ماني لسه موجود، لسه معاكم، انا بحاول اقوم بادوار تكون فعاله في الفريق. يعني حقيقي السنغال قدمت ماتش يعني محترم قصاد هولندا، بس هولندا يعني كسبت في الاخر بالخبره. طيب نيجي معانا لاخر ماتش، امريكا والويلز. امريكا والويلز انا كنت بشوف ان دي الفرصه الوحيده يمكن في مجموعه مكونه من انجلترا، ايران، امريكا، الويلز، انه يعني امريكا الويلز ده ماتش كان فرصه لحد من المنتخبين انه ياخدوا الثلاث نقط ويصعد، يعني حتى يطلع فوق في الترتيب شويه، تمام، عشان بعدين الماتشات اللي يعرف حتى رؤيته في الماتشات اللي جايه هتكون عامله ازاي. مثلا اللي هو اخسر من انجلترا وماتش ايران كده كده مضمون وشغل الحبشتكنات ده. بس يعني امريكا والويلز هم ضيعوا على نفسهم فرصه، حد يعني هم المنتخبين كل واحد فيهم ضيع على نفسه فرصه انه اكسب، اخد الثلاث نقط، اطلع فوق في الترتيب. انا بشوف يمكن بعد اللي حصل ده لا، هي ممكن ايران بالاداء هي خسرت 6، بس انا شايف ان ممكن ايران تطلع فوق في يعني هتصعد. ليه لا؟ هي ممكن تصعد من المجموعه مع انجلترا. انا بشوف ان لسه في فرص، لسه في اداءات، لسه ما نحكمش على المونديال، ولكن دي رؤيه مبدئيه للي حصل لحد دلوقتي مع اول يومين كاس عالم. بعد شويه مستنين مباراه الارجنتين والسعوديه. والله ربنا يستر على السعوديه، يعني ما تشيلهاش سكور، وان ميسي ورفاقه كده يكونوا حنينين وهاديين والدنيا بالراحه. بشكركم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتابعوا كل جديد. معاكم الميكانيكي لتحليل كاس العالم بشكل ساخر. سلام عليكم.